بيقولوا ان البلوجر او الانفلونسر شغلة اللي ملوش شغلنا. الموضوع بقى زاد اوي الفترة دي. حقيقي بقت شغلة اه. المالوش شغلانه مؤخرا، يعني بقت شغلة المالوش شغلانه. وده ليه؟ لان انا زي ما قلت لك من شويه، بقى كل من اشترى شويه فولورز او دخل مسابقه زود بيها اكاونته. اشترى شوية فولورز، يعني اه مش كل الناس اللي عندهم فولورز دول لا حقيقيين. طبعا، في ناس شاريه اكاونتات وناس شاريه فولورز وناس دخلت مسابقات، اشترت مشاهدات. حتى يعني اللي تقولي ده من بلوجرز معروفين قوي، في ناس آه، عاملين كده. ما فيش تقريبا حد في مصر ما دخلش مسابقات. ما فيش حد في مصر ما دخلش مسابقات. انا كمان دخلت مم. مسابقات. بس في بدايتها كانت فعلا بتبقى الاكونتات حقيقيه. يعني اول ما ابتدت مسابقات الانستجرام وبتاع، كان فعلا حاجه جديده جدا على الناس، فكانت فعلا الناس بتزيد حقيقي، ناس حقيقيه وناس متفاعله. بعد كده لما الموضوع بدأ يبقى بيزنس، بدأوا بقى يزودوا اكونتات فيك وسيرفرات وبتاع، فبقى كل اللي ملوش شغلانه يقول لك انا هفتح اكونت وبكره الصبح هبقى بلوجر. اصلا انا عايزه اعيش ببلاش. ما هي ما بتحسبش كده خالص. مفيش حد عايش ببلاش، مفيش حد بيدي حاجه لحد هبه. انا صاحب الاوتيل ده مش جوز خالتي. هو لو مش هيستفيد بوجودي مش هيجيبني، مش هيعرض عليا اقعد عنده او اعمل اكسبيرينس عنده، او مفيش حاجه اسمها كده. مهنة الانفلونسر بتكسب قوي، يعني ممكن شخص يكتفي بيها بس. في ناس بتعرف تكتفي بيها، مش كل الناس. في ناس بتعرف تكتفي بيها، خاصة الناس اللي بتفولو الترندز. دول بيعرفوا طول الوقت يبقوا متواجدين على الساحة، طول الوقت اسمهم بيتردد، فطول الوقت هم الخيار الأول لكل الشركات أو البراندات، أيا كان نوع المحتوى اللي بيقدموه أو أيا كان نوع كواليتي الفولورز اللي عندهم. آه، فطول الوقت هتلاقيهم ما شاء الله ربنا يبارك لهم شغالين. فمش كل الناس بتعمل نفس الثروات. انت هتلاقي ناس حياتها اتغيرت تماما في سنة واحدة مثلا أو سنتين، وناس زي ما هي من يوم ما بدأت. ايه البلاتفورم اللي بيكسب اكتر، فيسبوك ولا انستجرام؟ أعتقد إعلانات الانستجرام، الكامبينز على الانستجرام. لكن كأرباح لا، مش يعني انت عندك مثلا على الفيسبوك، لما كانت البيج بتاعتي مثلا شغالة، هي واقفة بقالها كتير. لما كانت شغالة كان ممكن يجيلنا على المليون مثلا فيو $30 $20، حاجات عبيطة يعني. والمليون ده مش بيجي بسهولة، ومش كل فيديوهاتك بتجيب مليون فيو. فلا، مش مربح قوي. اليوتيوب اعتقد اكتر بلاتفورم مربحة، والسناب شات دلوقتي في الخليج لانه بقى بيدي فلوس على مشاهدات الستوريز، فبقى بيدي ما شاء الله مبالغ كويسة جدا. بس احنا مش عندنا سناب شات في مصر. انتي شايفة ان دي حاجة كويسة ان هم يبقوا يعني بدأوا يعملوها كبزنس الناس تكسب فيها، يعني سناب شات دخل في الموضوع وكله ولا؟ انا شايفة ان هي حاجة مش وحشة مم. طالما انت شخص اخترت تقدم حاجة مش مضرة. كل حاجة فيها يعني، ناس مثلا، في ناس متحفزة جدا ضد التيك توك، تقول لك اقفلوا التيك توك عن مصر، اصل هو سبب البوظان. طب ما انت لو عايز، انت لو شخص بايظ ما تدخلش هتعمل، التيك توك. لا مم. هتعمل المحتوى ده وتحطه على الفيسبوك، هتعمل المحتوى ده تحطه على اليوتيوب، هتحطه في اي حتة. انت مشكلتك فيك انت كإنسان. كون ان في ان تيك توك ارباحه او ارباح اللايفات بتاعته بقت بتشجع ناس كتير ان هم يهبلوا ويعملوا الحركات السخيفة والقذرة اللي بيعملوها دي عشان لفت النظر وجني ارباح اكتر. فده مش معناه ان هو اللي خلاهم كده، هم اصلا كده، هم كده. بس مكان يطلعوا فيه. لقيوا مم. منصة تديهم فلوس على اللي بيعملوه. لكن هم هتلاقيهم طول الوقت بيعملوا ده، بس الفرق ان كانوا بيعملوه ببلاش، دلوقتي بيعملوه بفلوس. فالتيك توك ملوش دعوة، لانه تيك توك زيه زي اي منصة، عليه ناس كويسة. انا تابعت عليه ناس كويسة جدا بتقدم كونتنت عن اللغات، عن السفر، عن المنح التعليمية، عن حاجات مفيدة كتير. فاللي عايز الحاجة المفيدة هيروح لها. انت اللي بتختار هتتابع ايه، فبالتالي اللي بتتابعه هو اللي بيظهر لك. مين الانفلونسر اللي رانيا يحيى بتتابعه، تحب تتابعه؟ مش عندي حد. مفيش حد بتتابعيه؟ مش بتابع حد كمتابعة بقى اللي هو شغوفة بأخباره خالص. يمكن بتابع السليبرتيز هنود. سيلبرتيز هنود؟ مش انتي مغرمة بالهنود؟ جدا جدا. مغرمة فعلا كل تفاصيلهم. بس ما فيش اي انفلونسر هنا بتحبي ان انتي، لا لا يعني بتحبي تدخلي تشوفي الستوري، تحبي كده؟ مفيش ما حاجة فيش. مختلفة بتتقدم. يعني حتى أنا كمان ممكن مملة جدا أنا. ما عنديش حاجة تخليكي تجري تشوفي أنا بعمل إيه النهاردة، إلا لو أنا قايلة لك إن أنا
بحضر حاجه معينه، فانت هتبقي بس مهتمه تشوفي كواليس الحدث، إيه اللي بيحصل. انما في العادي انا انسانه ممله جدا، مش هتحبي على الانستجرام تحديدا مش هتحبي تتابعيني طول الوقت، ما عنديش حاجه اعملها، قاعده في البيت هقولك ايه؟ هعمل لك اسك، يا اما هنقعد ننجشيت في شويه موضوعات بتحصل، شويه ترندات حوالينا، ده مش لو هقدم لك حاجه. الكونتنت كرييشن صح كده؟ بالظبط. ما عنديش ما يعني مش مغرمه ان انا اتابع حد يعلمني البس، مش مغرمه ان انا اتابع حد يعلمني اكل، ولا يعلمني اروح فين واجي منين. انا ليا دماغي، هلبس زي ما انا بحب البس، هاكل اللي بحب اكله، هروح الاماكن اللي بحبها، مش مستنيه حد يوجهني. فعشان كده مش شغوفه قوي ان انا يبقى في حد اصحى من النوم اجري اتابعه او كده.